الاغاني بحد ذاتها مش شايفها مشكله. كل الاحاديث اللي جت فيها احاديث هي فعلا صحيحه، انا متفق معاها 100%. حديث سياتي زمان على قوم يستحلون الحرى والحرير والمعازف، انا متفق معاه 100%. وبرضه في احاديث كانت في المناسبات كان تمام، في المناسبات الدنيا كانت مش في مشكله. كان في مره ابو بكر رضي الله عنه دخل في بيت الرسول عليه الصلاه والسلام، لقى جاريتين بيغنوا وشغالين بالدف حاجه زي كده، فقال له مزمار الشيطان في بيت رسول الله، قال له دعهم يا ابا بكر فاليوم يوم عيد. تمام. فهو الموضوع ادام انت مش بتصير الغرائز جنسيا وما بتعملش حاجه من المحرمات او اي الكلام، الاغنيه ذات نفسها مش فيها اي كلمه من المحرمات، فالاغنيه تمام. انا دلوقتي هستخدم الاغاني في المحتوى بتاعي بحيث ان انا ادمجك كمشاهد، خليك تندمج معايا اكتر في الفيديو يعني. فانا معنى كده ان انا بلهيك لهدف كويس، بستخدم السلاح معاك مش ضدك، فاهمني؟ ف فدلوقتي المعضله اللي انت تعرف ايه الاغنيه اللي بتاثر عليك والاغنيه اللي مش بتاثر عليك. ممكن تكون حاجات بديهيه بس انت مش هتاخد بالك منها دلوقتي. دي اغنيه. الحاجات دي على فكره انا مش جايبها من البحث ولا ادور على النت، الحاجات دي انا كنت بسمعها شخصيا، بس ما كنتش مستوعب معنى الكلام قبل ما اقرا وابحث، قبل ما افهم الكلام معناه ايه. اه ايوه. وكنت العاصي في شارعتي مع اني شاري نوباتي وفاتح، وكنت العاصي في شارعتي مع اني شاري نوباتي. يعني مش مشكله اكفر ادام انت بتحبيني. واو. بالمناسبه مش مسلم بس اللي قال كده. رأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكسر فكسرته، ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته. خلينا في ويجز. ماشي. عيني منها بشكل جدي، ماشي، انا عيني عليها عجباني. طبعا الاختلاط حرام يعني، مش هنقول له مدام بن وما فيهاش فيلينجز الصوت، مش بنقول كده. مش باجي على بالها ما فكرتش. انت عارف لو انت بتفكر في الست بتاعتك او في البنت اللي معاك اكتر ما هي بتفكر فيك، كده انت طاقتك الانثويه اكتر من طاقتها الانثويه. كده مين فيكم الراجل؟ نكمل. سألتها ورفضتني، استغربتها امال فين هبتي. حبيبي انا بضحك على خيبتي. انا دلوقتي هقول لك على حاجه، انا بسمع الكلام ده لسه داخل في حاله انفصال مثلا، وويجز بيقول لي يا حبيبي انا بضحك على خيبتي، استغربتها امال فين هبتي. فالمفروض الاكشن اللي يطلع مني وانا بسمع كلام زي ده ان انا امسك سيجارتي. حصل يا دين امي. الاغنيه
انا مش بتكلم على ويجز بالذات يعني تحديدا، بس 90% من الاغاني اللي بنسمعها كده، إن ما كانش 99.9%، بتخليني من الاخر. انا لو سمعت الحاجات دي. في مثل عندنا في مصر والارياف بيقول: الزن على الودان اقوى من السحر. لما اقعد اقول لك انت ضعيف انت ضعيف انت ضعيف، او اقول لك اي حاجه بما يوازي معنى الكلام ده، وتيجي في موقف يحتاج ان انت تكون قوي فيه، ومن كتر ما انا قلت لك انت ضعيف تبان ضعيف فعلا، مع ان انت ممكن تكون اقوى واحد في الاوضه. انت متخيل ازاي؟ انت متخيل الاغنيه شويه كلام اثروا فيك؟ قيس ده بقى على بقية حياتك، قيس ده بقى على ان انت حاجه عايز تنجح فيها ازاي، علاقه مثلا عايز تخرج منها. الحاجات اللي انت مفكرها هتريحك وهتونسك في وحدتك هي نفسها الحاجات اللي بتشدك لورا. ده كلام. اديك كمان مثالين 3 عشان بس اوصل لك الصورة اكتر. خلينا واحدة من ويجز كمان. على فكرة فيها اغاني كتير حلوة فعلا يعني، بس برضو يعني حاجات مثلا بتحس على الكبر. عفاريت الاسفلت، مش فاكر الاغنيه بتقول بالظبط ايه الصراحه، بس هي الفكره انها بتحس على الكبر. ده طبعا 100% من اغاني المهرجانات. مفيش اغنيه مهرجانات الا لو انا عشت دور الضحيه، او كل الناس تحت وانا فوق. الحمد لله على الفقر والجدعنه. الفقر والجدعنه، شويه خوالات. مثلا الاغنيه دي بحبها فشخ للاسف، بس الحمد لله ما عادش بسمع الحاجات دي يعني. ومعيش ومدير العيشة وأنا على باب أحلامي بسيطة، مع ده حلمي إنك رفيق. اقصى طموحي في الحياه ان انا اكفي البنت اللي معايا. هو بص، المبدأ بحد ذاته مش غلط، ان انا اكفي اسرتي ده انا بالنسبه لي احلى من ان انت تكون ملياردير. انت ممكن، انا شايف ده من اقوى النجاحات اللي ممكن اي انسان يحققها كراجل، اللي انت تبني بيت سليم واسره. انا شايف دي اكتر حاجه صح ممكن تعملها في حياتك كانسان، كراجل بالاخص. ده اكتر نجاح انت ممكن تفتخر بيه فعلا. بس لو واحده بتحبها وحلم ان انا اكفيها، حلم ان انا اكون الدلدول بتاعها، حلم ان انا اكون السمب والخول اللي ماشي وراها، ما بتمشيش كده ولا ايه؟ ومعيش ومنين نجيب. هي حلوه فعلا يعني، هي عجباني، هي حلوه تتسمع وممكن تسمعها على الريبيت طول النهار. بس الحاجات دي اعرف تاثيرها عليك. انا دي اول مره اسمعها مثلا من مش فاكر، بطلت اسمع اغاني شبه كده من امتى يعني، من تقريبا داخل على 6 شهور او 8 شهور حاجه زي كده. بشر بتجري 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 ورش خسيس، بعلي حسيس بقول هو أنا يا زهر مالك سيبنا يا زهر مالك سيب لنا نعيش، يعني معتمد على الحظ. نعيش ومعيش ورش خسيس منك رفيق ومعيش ومنين هنجيب. ومعيش ومنين هنجيب. يعني انا اسمع الكلام ده، يا عم ما كله بيشتغل، ما حدش لاقي شغل، ما حدش نافع في البلد دي، وهنجيب منين؟ اقعد يا صاحبي اقعد اشرب سيجاره معايا. كلام يحث على الضعف، بس الحق يقال ربنا الله يعني. بشر بتجري 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 ورش خسيس دي صح. بعلي حس بتسيبنا نعيش. أنا عايز بس نحكي بحكي وليهم انتي ملك. أنا مش زي امبارح طلعت في الحدث من انت تتفرقين غير لما الأميرة جات. هو بص بقول انا مش زي امبارح تقريبا طمعت في الحلال او حاجه زي كده. لو الجمله دي صح برضو كلام جميل 100% على راسي، بس انت كده دسيت لي السم في العسل.
انا خدت منك كلمه حلوه قصادها 100 بيضعفوني بيخليني نشوف حد تاني برضه عشان كفايه هجوم على ويجز كده، الشخص اللي ما بتقوش خالص. للاسف اغانيه كلها كانت جميله، الكيف والحاجات دي كلها كنا بنسمعها واحنا صغيرين، حاجات يعني فعلا ممكن تكون اثرت في شخصيات ناس كتير. فعلا اغاني كويسه. لو جبت لك ترتيب من الاقدم للاحدث، ساكتين فرق الكاريوكي، كفاح بقى وحاجات من دي، صوت الحريه، اغاني كلها حاجات فاهم ازاي، حلمي انا، حاجات بتحث على الشغل والانجاز والانتاجيه، انا الاهلي. خش بقى ممكن كده ينفع، دنيا، متكتف، وحشتيني، طاير، لو كان معاك بطير، دي تقريبا اعلان البوادي تهيألي، زي ما فاهمني ازاي. السوق عايز كده، هو ما بيعملش كده عشان حرب على الاسلام وعايزين ندمر الامه ونفتكها. هو غالبا امير عيد او اي حد بيعمل اغاني بالشكل ده، والشباب اللي طالع جديد بيعمل راب وحاجات من دي، هو مش عارف ان هو كده بيدمر في الامه، هو مش عارف ان هو عقرب في ساعه حد تاني عاملها، بس هو بس عايز ياكل عيش، عايز الناس تعرفه، عايز يكون مشهور وحقه. بس الطريقه اللي عملها ان هو ضر ناس كتير وضر نفسه للاسف. هو للاسف السوق كان عايز اغنيه زي متكتف ووحشتيني، انا الاغاني دي كلها ما اعرفش فيها ايه، بالتالي مش اشهر اغاني امير عيد برضه، انا كنت بسمع امير عيد من فتره. اكتشفت ان الكايروكي اللي هي الفرقه بتاعته هي اللي فيها الاغاني كلها يعني. ايه تلقى دي الاغنيه دي جميله على فكره، الاغنيه دي بجد حلوه. دي بقى الحاجات اللي ممكن تسمعها، يعني دي من الحاجات اللي انا ممكن اسمعها، سمعتها كلها بتهيألي ما فيهاش حاجه غلط كتير يعني، مش فاكر، ما عادش بسمع برضه الصراحه، تمشي عليك يعني. بس الاغنيه بنفسها، لا الاغنيه مليانه حاجات كتير حلوه، الاغنيه مليانه حاجات كتير بجد حلوه، وحاجات ممكن تفتح دماغ حد، فاهمني؟ تعالى يا ابني. بعدين كل ما اخد خطوة ارجع اتنين، العمر بيجري سابق السنين، انا شاب لك من جوا عجوز، عندي جناحات بس المحبوس. سامع الكلام؟ اسمعه لك تاني ولا تعيد الفيديو ولا ايه؟ انا شاب بس من جوه عجوز، فشخت لي طاقتي يا صاحبي. الحاجات دي بتربطك في الماضي، عارف انت اللي هو مش عارف الماضي بتاعي مش عارف يسيبني ومحبوس في الماضي وافكاري حبساني، ما هي من الحاجات دي يا صاحبي، من الحاجات دي واللي شبهها، وفي الاخر تلجأ للمديتيشن والتامل النفسي والذات والحاجات البوذيه والكفر ده، وبالنسبه لك ان هي هتساعدك. هي فعلا ممكن تساعد، بس انت سبت حاجات كتير، يعني مثلا لو دي حاجه ممكن تفيدك 10%، في حاجات كتير ممكن تفيدك 2000%، بس انت ما تعرفش حاجه من دي، وعامل نفسك فاهم كل حاجه، وانت مش عارف اي حاجه في الدنيا. كل حاجه قدامك هتقول عادي، ايه يعني، حاجات بسيطه ما بتفرقش، وشوف وصلتك لفين. مش زمان، يمكن ده مش مكاني، والزمن ده مش زماني، يمكن خيالي وداني الدنيا. يمكن ده مش مكاني، او الزمن ده مش زماني، يعني العيب مش فيا، اكيد العيب مش فيا طبعا، انا بسمعك. اظن كفايه عليك كده، اظن الفكره وصلت. يعني تسمع ايه بدل الاغاني؟ تسمعش اغاني سهل، حوار بسيط. مش هقولك بقى اسمع قرآن بدل الاغاني عشان انت اجبن ان انت تاخد خطوه زي دي، وبجد انت في حاجات كتير ما تعرفهاش. اشوف يعني اليوتيوب عندي كله كده، الحاجات دي كلها عندي انا. طيب يعني تبدل الاغاني بايه؟
مش هقول لك بقى بدلها بالقرآن وستجد راحة نفسية لم تعهدها من قبل، لأن أنت أجبل من إن أنت تاخد خطوة زي دي، وعندك وجاهل فعلا ومفكر نفسك في سلوك وعارف كل حاجة، بس للأسف يا صاحبي أنت مش عارفش حاجات كتير. مش معنى كده إن أنا أعرف أكتر منك، طبعا لا. أنت ممكن تكون عارف أكتر مني في حاجات كتير وأنا أعرف أكتر منك في حاجات كتير. البشر كلهم ناقصين، ودي الحاجات اللي بتميزنا. أنا أكون عارف معلومة أقولها لك وأنت تكون عارف معلومة تقولها لي، وكده احنا بنتطور. فانا مش عارف كل حاجه ولا انت عارف كل حاجه، تمام؟ فتسمع ايه؟ للاسف انا مش لاقي حل دلوقتي غير اللي انت تدور على حاجات، او يكون عندك فلتر كده للحاجات اللي بتسمعها حاليا، عما القرآن يخش في قلبك وتلاقي حاجات تسمعها كويسه. عاوز تسمع ناس كويسه، عاوز ارشحها لك لو انت عندك الحافز اللي غالبا هينطفي بعد اسبوع بالكتير، يعني لو انت شبح. في شيخ انا بعشقه، محمد ايوب، تمام؟ بس ما تسمعش الحاجات القديمه دي، الحاجات دي بصوت تقريبا كان صغير وصوته مش كان كويس. المصحف الحرم النبوي، الصور دي كلها خطيره، دي خطيره، يعني من احسن الصور ممكن تسمعها في حياتك. انا مش عاوز اسمعها لك هنا، عاوزك انت تسمعها تخش. دول يا جدعان، واقسم بالله كنوز الحاجات دي. الناس للاسف عاوز تسمع حاجات هاديه خالص مش فيها اي افتكاسات. هو محمد ايوب ما افتكسش كتير، بس برضو البنا عندك نفس الكلام، مش فيه اي افتكاسات، هادي جدا، صوت حاجه يعني. فما علينا، حركه متنسونه صح؟ مش مهم. بس دول الناس اللي رشحهم لك دلوقتي. انت دلوقتي الدوبامين ريسبتورز بتاعتك او مستقبلات الدوبامين والحاجات اللي بتحسسك اللي انت مبسوط عندك مفشوخه، وانت حرفيا ما تقدرش تعدي 3 ايام من غير ما تسمع اغاني كويس. او لو عديت ال3 ايام تحس ان في حاجه ناقصاك كده، او تحس ان في مشكله والدنيا مش مظبوطه. انت عارف اصلا ليه الانسان بيحب يسمع اغاني؟ مش عايز افكر في الماضي وعايز حاجات تلهيني شويه عشان ما اركزش، والاصوات اللي في دماغي دي ما تتكلمش. كلكم اسكتوا. بتهرب من حاجات ممكن مقلقاك او حاجات خايف تواجهها، صح؟ Hard times create strong men. Strong men create easy times. Easy times create weak men. Weak men create hard times. أشوفك على خير يا حبيب أخوك.